يا اخباركم ايه؟ احنا النهارده ان شاء الله هفرق لكم ما بين الاتelier والورشة والمصنع والشركات، وهل الاعداد بتبقى واحدة؟ هل السيستم بيبقى واحد؟ ايه الفرق ما بين كل ده؟ طيب خلينا نبدأ من الاخر للاول. ايه الفرق ما بين الشركات والمصانع مثلا؟ شركات بتبقى شركات كبيرة، بتخدم نفسها، زي مثلا شركة كوتونيل. دي مش مصنع، دي هتبقى شركة متكاملة وكاملة بتصنع للبراند بتاعها بس، فبالتالي ما بتاخدش حد external من بره. دايما هي كلاينت عند نفسها، فبالتالي الشركات بتتميز بكده. شركة عشان تقدر تقول عليها شركة فهي لازم تكون عندها مصانع، بتصنع كل حاجة، عندها كمية خطوط إنتاج كبيرة، عندها مشرفين إنتاج، عندها كواليتي كنترول، عندها سيستم كبير. كل حاجة بتتقاس، يعني مش بيتعاملوا بطريقة يعني مانوال. كل حاجة عندها اوتوماتيك، حتى في أدق التفاصيل. في الجيوب، يعني ممكن يبقى في واحد قاعد سنة بحالها قاعد بيركب تيكت بس، فاهم؟ يعني واحد صنايعي بيركب تيكت بس، واحد بس بيعمل بيدي غرزة على الجيب مثلا بس كده، فبيبقى عنده لكل حاجة حد معين بيعملها. فبالتالي بتلاقي الكواليتي إلى حد ما مظبوطة، يعني الحاجة الغلط هتلاقيها غلط في كله، والحاجة الصح هتلاقيها صح في كله. طيب ايه الفرق ما بين الشركة وما بين المصنع؟ الشركة والمصنع واحد من حيث السيستم، لكن المصنع بيقبل ناس من بره. في بقى نوعين من المصانع. مصنع يقولك لا انا هدي حاجة شبه المكاتب كده، يعني انا هدي الناس حاجات بيزكس وهم يطبعوا عليها وياخدوها وخلاص. وفي مصانع بتبدأ الموديل من الأول للآخر، يعني انت مثلا جايله فكرة موديل صعب مثلا، هتعمل عنده هيعمل لك كل الكمية، بس كمياتهم بتبقى كبيرة شوية، يعني ألافات، اوكي، في كل ديزاين، لانه عنده عمالة كتيرة فهو لازم يوفر لهم العدد القليل بالنسبة له بتبقى بخسارة. حتى في ناس تقولك طب ما هو المصنع لو وقف الأحسن ان هو ياخد أعداد قليلة. لا، المصنع لو وقف وخد أعداد قليلة فهو بيخسر، لأنه بيدفع إيجار كبير، بيدفع كهرباء كبيرة، بيدفع رواتب لناس كتيرة. ف... فلازم يكون كمياته كبيرة. برضو بيتعامل بسيستم دقيق جدا 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 في الاستلام والتسليم، وكل حد عنده لكل حاجة عنده شخص أو مكنة بتنفذها. طيب، النقطة دي أنا حابة إن أنا أشرح لكم حاجات بسيطة جدا في الفيديو بتاع الكونتينر لأحمد داوود، أفرجكوا على المصانع بتبقى عاملة ازاي. فخلينا نشوف كده. كل اللي بيطلع من المصنع بيبدأ من البكرة دي، بكرة الخيط القطن المصري. بتدخل المكنة، والمكنة من الناحية التانية بتطلع قماش. طيب الجزء ده كان الغزل. الغزل هو ماتيريال بتطلع الخيوط، والنسيج هي الخيوط اللي بتعمل القماش، زي ما هنشوف دلوقتي كده. تمام. طيب فين القماش بقى؟ القماش بيبدا ينزل معايا من جزء من النسيج، بيتفرد، بعد كده بيبدا يتلف معايا. ده حلو كده قوي. رول جاهز. في الغالب ده لون القماش الطبيعي بعد ما بيبقى نسيج، يعني بعد ما بيبقى من الخيوط لمرحلة القماش. هنا بقى قسم الصباغة. كل القماش اللي احنا شفناه النهارده بيتصبغ بالالوان اللي بتتحضر في المعمل. القماش الخام ده احنا بندخله جوه المكنه، بنجيبه وبنقسمه وبندخله جوه المكنه وبنصبغه على درجه حراره 130، وبيطلع بعد من 6 ل 8 ساعات بيطلع اللون اللي احنا عاوزينه. اوه. الفيديو اللي جاي دوت هيبقى تفاصيل عن صناعة الملابس في المصانع بقى، من الفرش والقص، وازاي كان بيبقى اوتوماتيك مش بيبقى مانوال. والبرنامج اللي بيشتغلوا عليه دوت اللي بيطلع الرسمة اللي قدامكم دي حاجة اسمها جاربر أو جاربر على حسب ما بتنطقوها. دي بتعمل الباترون نفسه اوتوماتيك بالتلبيس بالدرجات بتاعة المقاسات.
عايزاكم تركزوا جدا في الفيديو اللي جاي، وعايزاكم تشوفوا الحلقة كاملة للحوار دوت، لأنه فعلا الموضوع كبير جدا، مجال كبير جدا. هتفهموا يعني ايه شركة ويعني ايه مصنع وتصنيع، وتعرفوا انه ليه المصانع ما بتقبلش أعداد قليلة، لأنه ده كده عشان تشغل السيستم ده كله فهي محتاجة عدد كبير يغطي تكاليف كل العمالة وكل السيستم اللي هو بيشتغل ده. أكيد مش هيرسم على جبر عشان خاطر 10 حتت. فمكنه الفرش والقص دي تعتبر من اكتر الماكينات متطوره وحداثه حاليا. هو انا كنت فاكر ان قسم القص عموما هلاقي حد بمقص او بقى شباب كتير قاعدين بمقصات عمالين يقصوا القماش. للاسف لا مفيش كده. المهنه دي انقرضت شويه، او الصنعه دي انقرضت، لان الاوتوماتيك او الاوتوميشن هو اللي بيحل مكان الكلام ده كله. فطبعا مكنه متطوره جدا، بتقدر تفرش القماش بدون اي عامل بشري، وتقدر كمان تتعرف على خامات القماش اذا كان فيها الاستيك او من غير، عشان تقدر تمشي بدرجه تريح القماش دوت. وبعد كده بتيجي على الجزء الخاص بالقص الليزر، وده اكتر جزء فائق الجوده، لان هو بيقلل نسبه الخطا ونسبه الهالك. فممكن الهالك مثلا يبقى 25%، لكن بالاوتوماتيك سيستم يوصل ل 7 و8%. طيب انا في الجزء التاني ان شاء الله هشرح لكم ايه الفرق ما بين الاتيليه والورش، عشان كده الفيديو طول قوي. باي باي.